بيبدأ الفيلم سنة 1857 بسفينة طالعة في رحلة استكشافية للقطب الشمالي، والسفينة دي بيقودها الكابتن أندرسون. بس السفينة بتتحشر في الجليد بسبب عاصفة قوية، وساعتها واحد من الجنود بينادي على الكابتن أندرسون وبيسأله المفروض نعمل إيه، وبيعرفوا كمان إن الجنود مرهقين جدا ومش قادرين يشيلوا الجليد من تحت السفينة، وبيتسألوا هل هيرجعوا الوطن ولا هيكملوا الرحلة. فأندرسون بيرد عليهم وبيقول لهم إن هم يكملوا شغل علشان هم قبلوا بالمهمة دي ولازم يكملوها. وبالليل واحد من الجنود بينبه أندرسون إن في انفجار حصل على بعد 3 كيلو من السفينة، فبياخد أندرسون مجموعة من رجالته وبيروحوا عند المكان بتاع الانفجار، وهناك بيلاقوا التلج متلطخ بدم كتير، وبيلاقوا شخص لسه عايش لكنه مصاب بجروح خطيرة جدا. ولما بيقربوا منه بيلاحظوا إن الراجل ده مركب رجل صناعية، فبيقرروا ياخدوه على السفينة علشان يعالجوه. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت زئير قوي بيتردد حواليهم، فبيقرروا إن هم يستعدوا علشان يدافعوا عن نفسهم لأن هم مش عارفين إيه الكائن اللي بيصدر منه الصوت ده. وفجأة بيظهر وبيقرب منهم مخلوق عنده قوة خارقة وما بيتأثرش بالرصاص اللي بيضربوا عليه، وجروحه كمان بتلم في ساعتها. وبيفضل الكائن ده يقرب منهم، وأي حد بيقف قصاده بيموته. وكمان بيقدر يطلع على سطح السفينة وبيطلب منهم يسلموه فيكتور. فبيفهموا إن فيكتور ده يبقى هو الشخص اللي أنقذوه من شوية. وفي اللحظة دي واحد من الجنود بيضربه بسلاح قوي وبيوقعه على الأرض، وهنا الكل بيفتكر إن الكائن ده مات، لكنهم بيتفاجئوا إن الكائن بيقف على رجليه تاني وبيبدأ يزق السفينة، وده بيخليها تميل بشكل خطير جدا. فبيمسك أندرسون السلاح وبيضرب الجليد اللي تحت الكائن ده، فبيحصل شرخ في الجليد والكائن بيقع في المية المتجمدة. وبعد لحظات أندرسون بيدي فيكتور علاج بالأعشاب، وفيكتور بيسأله عن مكان الكائن وكم راجل الكائن ده قتله. فأندرسون بيقول له إن الكائن قتل 6 منهم، فبيتصدم فيكتور وبيحذره إن الكائن هيرجع تاني وهيقتل عدد أكبر، لكن أندرسون بيقول له إن هو وقع في المية وغالبا اتجمد ومات. فبيفهمه فيكتور إن الكائن ده ما بيموتش، وإنه حاول أكتر من مرة يدمره لكن من غير فايدة، وبيطلب منه كمان إن أول ما الكائن ده يرجع تاني يسمحوا له إن هو ياخده. فبيستغرب أندرسون جدا من كلام فيكتور وما بيكونش مستوعبه نهائي، وهنا بيعترف فيكتور بحقيقة مرعبة ليه وبيقول له إن هو اللي صنع الكائن ده. وهنا بيبدأ فيكتور يحكي قصته لأندرسون وبيقول له إن اسمه فيكتور فرانكنشتاين، وده اسم والده اللي أطلقوا عليه ومعناه المفتاح. وبيقول إن والده كان جراح مشهور واتجوز والدته علشان مصلحة شخصية، لأن كان عندها ورث كبير من عائلتها، وبكده هيضمن مكانة اجتماعية محترمة. وبنعرف إن والد فيكتور كان غايب عنه أغلب حياته، لكن كل ما يرجع البيت بيفضل يتخانق مع والدته لحد ما والدته بتدخل أوضتها وبتحضنه. وبيظهر إن والد فيكتور بيحتقره هو ووالدته، وده بسبب إن شعرهم أسود وعيونهم سودة، وده بالنسبة له اختلاف عن أصول أجداده اللي عيونهم ملونة وشعرهم أصفر. ومع ذلك والد فيكتور بيعلمه دروس في الطب، ولما والده بيسأله سؤال وفيكتور ما بيعرفش يجاوب بيقرر يعاقبه، وبيمد فيكتور إيده علشان والده يضربه، لكن والده بيضربه على وشه وبيقول له إن شايل اسمه وسمعته ولازم يكون طبيب ناجح زيه. وبعد أيام فيكتور بيكون قاعد بيلعب مع والدته، وفجأة بتبدأ تشتكي من الألم وبيظهر إن هي بتولد. فبيقلق فيكتور وبينادي على والده، وبيجري والده ومعاه مجموعة من الخدم وبيهتموا بوالدته، ولكن للأسف بعدها بنشوف والدة فيكتور وهي ميتة. ووقتها فيكتور بيكون حزين وبيبعد عن أبراه وهو بيعيط. وبعد فترة بنشوف والد فيكتور مع ابنه ويليام اللي بيكون عيونه ملونة وشعره أصفر، عشان كده والده بيهتم بيه طول الوقت. وساعتها فيكتور بيكون متأكد إن والده ساب والدته تموت أثناء الولادة، ولما بيواجهه بالكلام ده والده بينكر وبيقول له إن مفيش حد يقدر يهزم الموت. فهنا فرانك بيرد بتحدي وبيقول له إنه هيتغلب على الموت، وإنه هيتعلم أكتر بكتير من اللي والده اتعلمه في حياته كلها. وفي الليلة دي فيكتور بيتولد من جديد، وبتمر السنين وبيموت والده، وبعدها بيتنقل فيكتور لمدن كتير بسبب إن هو بيدرس الطب بكل أنواعه. أما ويليام فبيعيش مع قرايبهم. وفي سنة 1855 بتتعمل محكمة تأديبية لفيكتور، وبتكون معمولة في الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا، وده بسبب إن فيكتور بيدعي إن هو بيقدر يوهب الحياة للأموات. وفي اللحظة دي بيدخل راجل اسمه هنريك لقاعة المحكمة، وبيقعد هنريك يتفرج على فيكتور باهتمام شديد. ووقتها فيكتور بيكشف على جسم راجل ميت لكن مخه سليم، وبيكون متوصل بدراع البشرية من جثة واحد تاني. وفي اللحظة دي فيكتور بيوصل الطاقة للجثة الميتة، وساعتها الجثة بتتحرك قدام كل الموجودين، وده طبعا بيسبب صدمة للكل بما فيهم هيئة المحلفين، وبيطلبوا من فيكتور ان هو يوقف المهزلة دي وبيوصفوه بانه دجال ومشعوذ. لكن فيكتور بيرد بتحدي وبيقول ان هو هيحقق طموحه في مكان تاني بعيد عنهم،
وبتكون النتيجة طبعا هي طرد فيكتور من الكلية. وبعد المحاكمة بيرجع فيكتور على بيته، ووقتها بيقابل هنريك اللي بيعرفه بنفسه وبيديله رسالة من أخوه ويليام، واللي بيكون هو خطيب بنت أخوه اللي اسمها إليزا. فبيسمح له فيكتور إن هو يدخل بيته، وبيعرف وقتها إن هنريك تاجر أسلحة. وساعتها فيكتور بيسأل لو ويليام هيجي يشوفه، فبيقول له هنريك إن ده هيحصل لكن بعد فترة، لأن ويليام مشغول طول الوقت وبيحقق نجاحات كتير في شغله. وبعدها بيشيد هنريك بعرض فيكتور في المحكمة، وبيقول له إنه مؤمن بمشروعه ومستعد يموله بفلوس كتير، وبيعزمه إن هو يزوره في بيته، وفيكتور طبعا بيوافق. وبعد أيام فيكتور بيزور هنريك وبيوريه شغل فني مذهل معمول من الخشب، وبيكون عبارة عن نموذج للجهاز العصبي معمول من جثة بشرية. فبيعجب جدا فيكتور بالنموذج ده، وبيقول له هنريك إن النموذج ده هيساعده في إنه يحقق نظريته. وهنا فيكتور بيشارك مع هنريك فكرة كان بيطورها للوصول للحياة الأبدية. فبيتحمس هنريك وبيعرض تمويل مفتوح للمشروع ده، غير إنه هيعملوا مختبر في برج كبير جدا وهو بيمتلكه. فبيسأله فيكتور هو عاوز إيه في المقابل، فبيقول له هنريك إنه هيطلب منه خدمة لكن مش دلوقتي. وفي اللحظة دي بيوصل ويليام وخطيبته إليزا، فبيجري فيكتور وبيسلم على أخوه وبيحضنه. وبعدها ويليام بيعرفه على خطيبته إليزا بنت أخو هنريك. ووقت الغدا بيتكلم ويليام عن اللي حصل وقت محاكمة فيكتور، فبيدافع فيكتور عن نفسه وبيبدأ يشرح إزاي العلم يقدر يرجع الحياة تاني للبشر. فبتضحك إليزا على كلامه، فبيسألها فيكتور عن سبب ضحكها. وهنا هنريك بياخد ويليام وبيدخلوا المكتب وبيسيبوا فيكتور مع إليزا لوحدهم. وبتفضل إليزا تتناقش مع فيكتور، وبيظهر إن هي مش مقتنعة بأفكاره لدرجة إن هي بتقول إن الأفكار دي ما بيقتنعش بيها غير الأغبياء. فبيتصدم فيكتور من كلامها لكن بيسكت وما بيردش عليها. وبعدها فيكتور بيروح مع ويليام وهنريك علشان يشوفوا البرج اللي هيتعمل فيه مختبر. ومع إن البرج مهجور، لكن أول ما فيكتور بيشوفه بينبهر بيه، وبيحس إن هو ده المكان اللي هيحقق فيه أحلامه. فهنريك بيقول له إن أي حاجة هيطلبها هتكون متوفرة. فبيفرح فيكتور جدا وبيبدأ يطلب معدات تانية مختلفة وضرورية طبعا علشان يبدأ شغله. وبيستعين كمان بأخوه ويليام علشان يساعده في إنشاء المختبر. وقتها هنريك بيقرب من فيكتور وبيسلم عليه، وده كإعلان لإتمام الصفقة بينهم. وبعدها بنشوف فيكتور في وسط عملية إعدام علنية، وبيختار مين من الأشخاص اللي هيتعدموا هياخد جثته بعد ما يموت. وبعدها فيكتور بيشوف إليزا في الشارع، ووقتها فضوله بيجبره إن هو يمشي وراه لحد ما بتدخل الكنيسة. وبيقرر يدخل أوضة الاعتراف وبيتظاهر إن هو الكاهن. وساعتها إليزا بتعترف إن هي بتحس بكراهية ناحية أخو خطيبها. فبيتضايق جدا فيكتور لكنه بيكشف عن نفسه ليها، وبيقرر يعزمها على الغدا في مطعم علشان يقرب منها أكتر. وبيسألها فيكتور عن الكتب اللي اشترتها، فبتطلب منه يخمن نوع الكتب. فبيقول لها إن هي أكيد روايات رومانسية، لكن إليزا بتفاجئه وبتكشف له إن هي كتب عن الحشرات، وبتعرفه إن هي كمان مهتمة بالعلوم. ووقتها بيعرض عليها فيكتور إن هم يرقصوا سوا وهي بتوافق. وبعدها بنشوف فيكتور وهو بيشرف على تجهيز المختبر مع ويليام، وبيديله تعليمات محددة علشان ينفذها قبل ما يسيبه ويمشي. وبعد أيام بيظهر فيكتور وهو بيقضي وقته مع إليزا وبيصطادوا فراشات سوا، وبيكون واضح على فيكتور إنه حاسس بمشاعر ناحية خطيبة أخوه. وتاني يوم بيرجع للمختبر اللي بيكون خلص بالكامل، وساعتها بيحاول يحيي جثة ميتة، وده عن طريق إدخال عدد من الإبر في النخاع الشوكي، لكن محاولته بتفشل وما بينجحش. وبالليل فيكتور بيستمتع بعزف إليزا على البيانو في الحفلة. ولما الحفلة بتخلص هنريك بيقوله إنه مستني نتائج تجاربه، وبيحذره من إنه ينشغل بإليزا وينسى شغله. وفي اليوم اللي بعده فيكتور بيكون في المختبر، وبيتفاجئ إن إليزا جاية تزوره ومعاها الفراشة اللي اصطادوها سوا. وساعتها بتلاحظ التقدم اللي فيكتور أحرزه في شغله، فبيستغل فيكتور الفرصة وبيقول لها إن هو عايز يعترف لها بحاجة مهمة، وبيسألها لو هي حست بالرابط اللي ما بينهم. لكن إليزا بتبعده عنها وبتغير الموضوع، وبعدها بتودعه وبتخرج من المختبر. وبيفضل فيكتور يفكر ويحاول يلاقي طريقة علشان تجربته تنجح. وفجأة بيقرر إنه يغير مكان الإبر اللي في الجثة، وفعلا بيتصدم فيكتور لما الجثة بتستجيب وبتبدأ تتحرك. فبيشيل الإبر وبيفصل البطاريات بسرعة. وبعد أيام بنشوف فيكتور في ساحة المعركة، وبيفضل يختار الجثث اللي ممكن ياخد منها أجزاء علشان يصنع الكائن اللي هيمنحه الحياة. وبعدها بيبدأ يجمع أجزاء من الجثث اللي قدامه بدقة. وبعد أيام من الشغل بينجح في صناعة كائن مثالي، وبيكون جسمه ممشوق وأطرافه طويلة. وبيخطط فيكتور لإعادة إنعاش الكائن ده باستخدام الكهرباء، وبيشحن الجهاز العصبي علشان يولد الطاقة اللازمة لإعادة تشغيل القلب والدماغ. وأول ما كل حاجة بتكون جاهزة بيحط مصدر الطاقة قريب من القلب. وساعتها بيعرف فيكتور إن في عاصفة بتقرب، فبيدرك إن دي اللحظة اللي هو مستنيها. وبتكون فكرة فيكتور معتمد على إنه يستمد الطاقة من الصواعق اللي هتحصل أثناء العاصفة،
لأنها هتمد الجثة بكمية كبيرة جدا من الطاقة. وبيروح فيكتور علشان يقول لهنريك، لكنه بيلاحظ حاجة غريبة في سلوك هنريك، وبيكتشف إنه مريض وصحته بتتدهور يوم ورا التاني، وإن موته مسألة وقت مش أكتر. فوقتها هنريك بيعترف لفيكتور بالحقيقة، وبيقول له إن عاوز دماغه تعيش في الكائن اللي فيكتور بيصنعه. ولما فيكتور بيسمع كده بيرفض وبيروح علشان يركب قضبان الصواعق، لكن هنريك بيروح وراه وبيمسك واحد من القضبان وبيهدده إنه هيرميه من البرج، وبيحاول يجبره يوافق على العملية. فبيحاول فيكتور يمنعه وبيتخانقوا سوا، وفي وسط الخناقة هنريك بيقع من الارتفاع ده وبيموت. فبينزل فيكتور بسرعة عشان يشوفه، وبيتفاجئ إن دماغ هنريك اتدمرت بالكامل. فبيسيبه فيكتور وبيروح يكمل تجربته، وأخيرا البرق بيصعق الكائن بالكهرباء. لكن الأمور ما بتمشيش زي ما فيكتور كان عاوز. فبيقرب من الكائن اللي صنعه وبيلاحظ إن قلبه ما اشتغلش وما فيهوش نبض، فبيحس بالإحباط وبيقرر يستريح شوية. لكن بعدها بيتفاجئ فيكتور إن الكائن ده واقف قدامه، ووقتها فيكتور بيكون خايف جدا وبيقرب من الكائن ده بهدوء لحد ما بيطمن إن الكائن ده مش خطر عليه. ومش بس كده، ده بيقلد كل حركاته. وهنا فيكتور بيبدأ يعرفه بنفسه وبيخليه ينطق اسمه. وبعدها فيكتور بياخده المكان سري في البرج وبيربطه بسلاسل، وبيبدأ يهتم بالأجزاء اللي لسه ما لقمتش مع بعضها في جسمه. وساعتها بيكتشف إن جروح الكائن ده بتلم بسرعة جدا. وفي اللحظة دي ويليام بيوصل مع خطيبته إليزا، فبيروح فيكتور بسرعة عشان يستقبلهم. وأول ما إليزا بتشوفه بتسأله عن عمها، لكن فيكتور بيتهرب من السؤال وبيقول لها إن هنريك ما جاش عنده بقاله فترة، وبياخد ويليام علشان يوري له إنجازاته. وساعتها ويليام بيسلمه رسالة من المحكمة الطبية وبيقول له إن هم بعتوها ليه على البيت. وفي الأثناء دي إليزا بتسمع صوت الكائن وبتقرب منه، وبتكون مصدومة جدا من شكله الغريب والمخيف. فبتروح تواجه فيكتور وبتسأله عن طبيعة الكائن ده. فبياخدهم فيكتور وبيبدأ يشرح لهم إن هو اللي صنعه، وبيقول إن هو ربطه بسلاسل حرصا على سلامته. فبيسأله ويليام عن ذكائه، فبيقول له فيكتور إنه كائن غبي جدا وما بيفهمش، ولكن بيبان إن إليزا ليها رأي تاني. وفي الليلة دي إليزا بترجع علشان تزور الكائن ده وبتقرب منه، وبتقول له إن اسمها إليزابيث، وبتفضل تحاول معاه لحد ما بتعلمه في الآخر إنه ينطق اسمها. فبيديها الكائن ورقة شجر كانت في إيده، فبتفرح إليزا جدا وبتشكره، وبعدها بتودعه وبترجع على أوضتها. لكن فيكتور بيوقفها وبيحذرها من إن هي تقرب منه تاني. فبتزعله إليزا وبتتهمه إن هو وحش مش بني آدم، وبتقوله إن هو بيعامل الكائن ده على إنه حيوان مع إنه كائن لطيف ومسالم. فبيتضايق فيكتور من كلامها وبيروح للكائن ده وبيطلب منه يقول أي كلمة تانية غير اسمه، لكن الكائن برضه ما بيقدرش ينطق بأي كلمة تانية. فبيمسك فيكتور عصاية وبيضربه. وتاني يوم ويليام بيشوف جثة هنريك اللي فيكتور مخبيها، فبيكذب عليه فيكتور وبيخليه يفتكر إن الكائن هو اللي قتله، وبيطلب منه إن هو ياخد إليزا ويمشي لحد ما يتصرف ويتخلص من جثة هنريك. فبيسمع ويليام كلامه وبيمشي مع إليزا. ووقتها فيكتور بيدلق بنزين في كل حتة في البرج، حتى في المكان اللي مربوط فيه الكائن. وساعتها فيكتور بيقول له إن هو لو نطق أي كلمة غير اسمه هيسيبه يعيش. فبيتصدم فيكتور لما بيلاقي الكائن بينطق اسم إليزابيث، فبيتعصب أكتر وبيولع النار في البرج كله، وبيهرب هو بره البرج، وبيفضل يسمع صراخ الكائن ده وهو عمال ينادي باسم فيكتور. فبيتصدم من اللي هو عمله وبيغير رأيه وبيحاول يرجع وينقذه، لكن أول ما بيفتح الباب بيحصل انفجار وبيترمي فيكتور بعيد، وبيخبط في صخرة ورجله بتنفصل عن جسمه. وفي اللحظة دي إليزا بتكون شاكة إن فيكتور هيتخلص من الكائن، وده لأن هي حست إن هو غيران منه بسبب اهتمامها بيه، وبتطلب من ويليام إن هم يرجعوا وإلا هتنط من العربية. فبيضطر ويليام يسمع كلامها، وأول ما بيوصلوا عند البرج بيتصدموا إن البرج انفجر واتدمر بالكامل. وبنرجع للوقت الحالي. فيكتور وأندرسون بيسمعوا دوشة بره الأوضة، فبيفتح أندرسون الباب علشان يعرف إيه اللي بيحصل. وفجأة بيلاقي الكائن قدامه بيترعب جدا لأنه بيمسكه بقوة من رقبته، لكن فيكتور بيزعق للكائن وبيقول له يسيبه وبيعرفه إن هو ممكن ياخده بداله. ووقتها أندرسون بيقول للكائن إن فيكتور حكاله عن قصته، فساعتها الكائن بيرد عليه وبيقول له إن هو اللي عليه الدور علشان يحكي لهم قصته. وبنرجع بالزمن للوقت اللي حصل فيه الحريقة، وبيفضل الكائن في الوقت ده ينادي على فيكتور بكل حرقة ولكن من غير فايدة. فبيحرر نفسه من السلاسل وبيهرب من فتحة الصرف وبيقع في المية. ولما بيصحى بيلاقي نفسه بعيد عن البرج وبيبدأ يمشي بلا هدف لحد ما بيصادف جثة محارب وبياخد منها الهدوم وبيلبسها. وبعدها بشوية وقت بيشوف شوية غزلان فبيقرب من واحد منهم وبيأكله من النبات اللي قدامه، لكن بيظهر 2 صيادين وبيضربوا نار على الكائن، وبيكونوا محتارين ومش عارفين هو وحش ولا بني آدم. فبيضطر الكائن إن هو يهرب من المكان وهو مجروح وخايف، ولكنه بيتفاجئ إن جرحه بيلم بسرعة، وبيفضل يمشي لحد ما بيوصل لمزرعة وبيستخبى في الحظيرة.
وهناك بيراقب أصحاب المزرعة، وبيسمع بالصدفة راجل عجوز أعمى بيعلم حفيدته القراية، وبيفضل يراقبهم طول الوقت وبيتعلم منهم. وبالليل بيبدأ يساعد الأسرة دي في السر، وبيتفاجئوا لما بيصحوا تاني يوم وبيلاقوا الحطب مرصوص قدام البيت. وفي اليوم اللي بعده بيفرحوا برضه لما بيلاقوه عامل لهم سور كبير من الخشب، وده حوالين الأغنام بتاعتهم. فوقتها الراجل العجوز بيقول لهم إن هي دي روح الغابة اللي بتساعدهم. وفي يوم بيهجم قطيع من الذئاب على المزرعة، لكن أصحاب المزرعة بيضربوا عليهم نار وبيخلوهم يهربوا، وبيقرروا إن هم يروحوا وراهم علشان يبعدوهم عن منطقتهم. وساعتها بيرفض الراجل العجوز يروح معاهم وبيفضل لوحده. وفي الوقت ده الكائن بيفكر كتير في طريقة يقدم بيها نفسه للراجل العجوز، وفي النهاية بياخد قراره وبيدخل عليه وبيكشف له عن نفسه. فبيعامله الراجل العجوز معاملة كويسة جدا، ودي بتكون أكتر حاجة الكائن مفتقدها في حياته واللي ما لقاهاش مع فيكتور. وبيفضل الكائن مع الراجل العجوز مدة طويلة جدا، ومع مرور الوقت الراجل العجوز بيفضل يعلم الكائن القراية، وبيخليه يقرأ كتب كتير علشان يعرف يتكلم كويس. وفي يوم من الأيام وهما بيتكلموا سوا الراجل العجوز بيسأله إذا كان فاكر أي حاجة عن الماضي، فالكائن بيقوله إنه مش فاكر غير النار والخوف والبرد الشديد، وكلمة واحدة بتتردد في ذهنه دايما وهي اسم فيكتور. فبينصحه الراجل العجوز إن هو يروح يدور على فيكتور. ففعلا بيعمل كده وبيرجع على أنقاض البرج، وساعتها بيلاقي الرسالة اللي اتبعتت لفيكتور ومكتوب عليها عنوانه، وكمان بيلاقي ملاحظات بتكشف عن طبيعته الحقيقية. وطبعا بينصدم لما بيعرف إن فيكتور هو اللي صنعه، وإن هو مش زي باقي البشر. فبيرجع للراجل العجوز علشان يقوله، لكن لما بيوصل بيكتشف إن الذئاب اقتحمت المزرعة وهجمت الراجل العجوز. فبيهاجمهم وبيخلص عليهم كلهم، وبعدها بيلاقي الراجل العجوز خلاص بيموت. فبيقول له إن هو حزين جدا إنه اكتشف الحقيقة، وإنه اكتشف إنه عبارة عن أجزاء من جثث ميتة. لكن الراجل العجوز بيقول له إنه ما يختلفش عن البشر في شيء، وبيعرفه إنه كان صديق وافي وبيموت. وفي اللحظة دي عيلة الراجل العجوز بتوصل، ولما بيشوفوا الكائن جنب الجثة بيفتكروا إن هو اللي قتله، فبيضربوا عليه نار وبيصيبوه في عينيه. لكن الكائن بيهرب منهم وبيرفض يأذيهم، فبيلحقوه وبيضربوا عليه نار أكتر من مرة وبيسيبوه بعد ما بيفتكروا إنه خلاص مات. وبعد أيام الكائن بيفوق بعد ما جروحه اتعالجت لوحدها، ما بيكونش عنده دلوقتي غير هدف واحد، وهو إنه يوصل لفيكتور بأي شكل. وفي الليلة دي بيدخل ويليام على فيكتور وبيطلب منه إن هو يجهز نفسه علشان يحضر فرحه على إليزا. فبيقوم فيكتور وبيروح لإليزا في أوضتها علشان يبارك لها على الفرح، ولكن إليزا بتتعصب عليه وبتضربه وبتطلب منه يبطل يمثل دور الإنسان الطيب وبتطرده. فبيرجع فيكتور لأوضته وهو متعصب من اللي حصل، ولكنه بيتفاجئ إن الكائن مستنيه. فبيسأله فيكتور لو هو جاي علشان يشكره لأنه منحه الحياة. فبيرد الكائن وبيقول له إنه مش عايز غير حاجة واحدة، وبيطلب منه إن هو يصنع له أنثى من نوعه، وده علشان يكمل حياته معاها، وده طبعا لأنه مش بيموت. لكن فيكتور بيرفض وبيقول له إنه مش هيصنع وحش تاني. فبيتعصب الكائن لدرجة إنه بيمسكه وبيرميه على الأرض. وهنا إليزا بتسمع صوت الدوشة فبتجري على هناك بسرعة، ولما بتشوف الكائن بتقرب منه وبتحضنه. لكن فيكتور بيمسك سلاح وبيضرب نار على الكائن، وللأسف الطلقة بتيجي في إليزا وبتموت ما بين دراعاته. وفي الوقت ده الكائن بيتعصب وبيضرب أي حد بيظهر قدامه، وده بما فيهم ويليام، وبيصمم إنه ياخد إليزا ويمشي. فبيجري فيكتور علشان يطمن على أخوه، وساعتها بيكتشف إن إصابته مميتة فبيوعده إنه هينقذه. لكن ويليام بيعترف له إن كان خايف منه دايما وخايف من طموحه ورغبته في السيطرة على الحياة. وقبل ما يموت بيوصف فيكتور على إنه هو الوحش. فوقتها فيكتور بيقرر يطارد الكائن في أي مكان هيروحه، ولما بيوصل للكائن بيتفاجئ إن إليزا ماتت. وساعتها الكائن بيواجه فيكتور وبيقوله إن حول حياته لجحيم، وهو كمان بدوره هيحول حياته هو كمان لجحيم. وبتبدأ المطاردة لكل مكان يروحوه، لحد ما في يوم بيتفاجئ إن الكائن بيقرب من الخيمة بتاعته. وساعتها فيكتور بيضرب عليه نار، ولكن الكائن بيمسكه وبيسحبه لبره. وبيمسك الكائن صباع ديناميت وبيطلب من فيكتور يولعه، وبيعرفه إن هو لو ما ماتش فهو هيرجع علشان يخلص عليه. فبيجري فيكتور بسرعة قبل ما الديناميت ينفجر، وساعتها الانفجار بيغطي المكان بالكامل، وبيترمي فيكتور بعيد من شدة الانفجار. أما الكائن فبيفضل عايش وجروحه بتلم بسرعة. ونرجع للوقت الحالي، فيكتور بيكون خلاص هيموت بسبب إصابته، فبيمسك إيد الكائن وبيتأسف له على كل حاجة وحشة هو عملها معاه، وبيطلب منه إن هو يسامحه. وساعتها الكائن بيختار إن هو يسامحه، ولما بيموت فيكتور بيقرب منه الكائن وبيبوس راسه. وهنا أندرسون ما بيكونش مصدق اللي هو بيشوفه، بيبان إن هو متعاطف جدا مع الكائن، وعلشان كده بيقف قدام الجنود وبيمنعهم إن هم يهاجموه، وبيسمح له إن هو يمشي من السفينة بسلام. ووقتها الكائن بيزق السفينة وبيحررها من الجليد،
فكلهم بيفرحوا جدا لأن هو وفر عليهم تعب شهور. وهنا أندرسون بيبلغهم إن هم خلاص مش هيكملوا رحلتهم وهيرجعوا للوطن. أما الكائن فبيكمل في طريقه وبيقرر إن هو هيعيش وحيد بعيد عن البشر. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتتابع كل اللي هينزل على القناة. أشكركم جدا وأشوفكم الفيلم اللي جاي. سلام.